عمرك فكرت إن الظروف الصعبة ممكن تطلع لنا أفكار مبتكرة؟ وإن إزاي الفقر ممكن يكون سبب في ظهور حلول عبقرية؟ النهاردة هنتكلم عن علاقة غريبة شوية، وهي العلاقة ما بين الفقر والإبداع. في ناس بتقول الحاجة أم الاختراع، وده مش كلام فاضي، ده واقع. لما تكون مضطر تعيش في ظروف صعبة عقلك بيشتغل بطريقة مختلفة. الفقر مش بس بيخلي الناس تكافح، ده بيحثهم كمان على الابتكار. ده بالظبط اللي بيحصل في لحظات الاضطرار. الإبداع بيظهر وبيخلي الناس تلاقي حلول بره الصندوق. في بعض الأماكن الناس بيخلقوا حلول عبقرية من حاجات بسيطة جدا. في الهند مزارعين استخدموا موبايلات قديمة عشان يستبادلوا عليها معلومات عن الطقس وأسعار المحاصيل، وده حسن دخلهم بشكل كبير. في إفريقيا مثلا شاب عمل فلتر للمية باستخدام الرمل والفحم عشان ينقي المية ويوفرها للناس. وأكبر مثال حي على الإبداع من وسط الأزمات هي غزة. الناس مش بس مستنيين المساعدات، دول بيخلقوا حاجات تقدر تساعدهم. أفران بين الحطب والطين فوق أسطحهم، خلايا شمسية تخليهم كهرباء ويستخدموها. آه، زراعة فوق الأسطح عشان كمان يطعموا نفسهم. ده مش بس صمود، ده إبداع وابتكار من ناس مش مستسلمة لواقعها. أنا شفت بنفسي قد إيه الإبداع بيظهر في الظروف الصعبة. في أماكن كتير الناس عندهم كل حاجة، ومع ذلك مش قادرين يخرجوا بأفكار جديدة ومختلفة. لكن لما الحاجة بتكون ملحة وظروف تضغط عليك، عقلك بيشتغل بطريقة مختلفة وتقدر تلاقي حلول ما كنتش تتخيلها. الفقر عمره ما كان نهاية، ده بداية جديدة دايما لأفكار مختلفة ومبتكرة. في كل مرة الظروف تضغط الإبداع بيظهر. ربنا يكون في عون كل الناس اللي بتواجه صعوبات، ويربط على قلبهم يا رب، ويقف معاهم. ونخص بالدعوة هنا أهلنا في غزة. شارك الفيديو ده عشان نذكر بعض دايما إن الأمل دايما موجود ويخلق من بين الأنقاض. لو عجبك الفيديو نشير، ممكن نلايك ونسبسكرايب للشانل. ومتنساش تقول لنا رأيك في الكومنت، وبس كده.